السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناة علمني. من أجمل الأماكن الأثرية والسياحية الدينية اللي ممكن تشوفها في حياتك في محافظة المنيا جبل الطير بصملوط. في حضن الجبل في مغارة عاشت فيها السيدة مريم العذراء وطفلها عيسى عليه السلام لمدة 3 أيام هربا من رومان في ذلك الوقت. وهذا الجبل شاهد عيان على رحلة مقدسة من محافظات يعني البحري القاهرة، وثم القاهرة القديمة، ثم منها إلى يعني المنيا، البهنسة، دير جرنوس، شنين النصارى بمغاغة، دير أو جبل الطير في صملوط، ثم إلى دير أسيوط. وعرف بعدة أسماء منها جبل البكارة نسبة إلى بكارة النزول والهبوط، وأيضا جبل الطير نسبة إلى طير بقريوس اللي هو كان بيحط على سفح الجبل، وأيضا جبل الكف